طيبة متخصصة في تنشئة الأطفال وازاي نفهم أطفالنا بشكل صح وازاي نتعامل معاهم بشكل أفضل مش بس نحكم عليهم. الشاشات مش هي سبب كل مشاكل الأطفال، بس بنسبة 90% هي سبب رئيسي في تأخر الطفل في الكلام، في الفهم، في الاستيعاب، في الذاكرة، وفي كل حاجة. لو الطفل كان بيتعرض للشاشات فترة طويلة طول حياته من وهو صغير، بنسبة 90% هتبقى هي سبب تأخر الطفل ده. ليه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هو يعني قعدته قدام التلفزيون او الكرتون بتعمل ايه؟ يعني ده احنا ما بنصدق ان احنا بنسكتهم من عياطهم طول النهار. لا، بتعمل كتير. انتي لو قعدتي ابنك مثلا قدام الكرتون او التلفزيون من وهو بيبي صغير عشان يسهى عنك لسنة سنة ونص كل يوم، دي مرحلة اكتساب اللغة. انتي كده قعدتيه فترة طويلة قدام التلفزيون كل يوم كل يوم، بالتالي هو هيتعمل له عزل عن الواقع. بالتالي هو هيفضل متنح في الشاشة ومنتبه ليها بطريقة انتي هتستغربيها. انتي كل ما هتنادي عليه هو مش هيرد عليكي ومش هيرد بكلمة حتى. هو عاجبه الأغاني، عاجبه الحركات، عاجبه الكرتون، عاجبه كل حاجة هو شايفها. فبالتالي هو ولا سامعك ولا شايفك ولا فاهم انتي بتقولي ايه ولا مستوعب انتي بتتكلمي ازاي. هو منعزل تماما عن الحياة الواقعية، ما بيتفاعلش معاكي أصلا. فبالتالي هيتأخر سنة من عمره. المرحلة اللي من عمره دي هتقع منه وهو متنح قدام الشاشة ما بيعملش أي حاجة. كبر شوية وبقى الكرتون حاجة أساسية في يومنا. ازاي يعني؟ وهو بياكل لازم الكرتون يفضل شغال، لو فصلتيه أو حصل أي حاجة يفضل يعيط وما بياكلش. لازم الكرتون قبل ما ينام، لو قعد مثلا شوية والكرتون ما اشتغلش ما ينامش ويفضل يصرخ ويعيط. انت كده عزلتيه عن الواقع تماما. الكرتون هنا بيعمل ايه؟ بيسحب ذكاء الطفل وكمان بيسحب تركيزه عشان يركز على القصة اللي موجودة في الكرتون. طيب كده هو هيتفاعل مع الواقع؟ لا، برضه هو ما يتفاعلش مع الواقع، هو انعزل تماما عن الواقع. هو بقى في حالة لوحده. بيبقى مش مستوعب اللي حواليه. مثلا تاخدي منه موبايل يقعد يصرخ ويصوت، تقفلي الشاشة او التلفزيون يفضل يعيط ويمرمخ نفسه في الارض ويدبدب في الارض عشان تولعي له الشاشة عشان الكرتون يشتغل تاني. فبالتالي هو كده انفصل عن العالم. تعالي اقولك بقى ان الشاشات والتليفون عامة والكرتون بيعملوا ايه. بيعملوا اول حاجة تشتت انتباه، بيأخروا الطفل، بيأخروا فهم الطفل. يعني ايه بيأخروا فهم الطفل؟ بيخلوا استيعابه ضعيف، لان الكرتون او الشاشات بيبقى فيها الوان كتير للاطفال، فبتخلي عينه رايحة جاية مع الالوان دي، بالتالي هي بتتعب عينه فبتخليه يفصل وتخليه عنده تشتت انتباه. فهو بالتالي بيركز على الشاشة او الكرتون اللي هو خيالي مش واقعي. الحياة الواقعية دي هو ما يعرفش عنها حاجة، ما بيعرفش يتفاعل فيها، ما بيعرفش يتكلم فيها زي اللي في سنه، ولا بيستوعب زي اللي في سنه، ولا بيفهم زي اللي في سنه. فبالتالي هتقولي ان امني متأخر. تابعي ابنك صح، امنعي عنه الشاشات والتليفون خالص على قد او قلليها على قد ما تقدري، واحدة واحدة. وما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. على زي الجرس تحت. باي باي.